في شمال إفريقيا كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها معركة في المدرجات، حرب نفسية في الملعب، وصرخة هوية تتجاوز حدود 90 دقيقة. هنا الديربي ليس مجرد لقاء بين فريقين، بل مواجهة بين تاريخين، بين شغفين لا يلتقيان، وبين جماهير لا ترضى إلا بالانتصار. اليوم نفتح لكم أبواب أعنف الديربيات في شمال إفريقيا، حيث تصنع اللحظة مجدا وتكتب الأساطير بالنار والدخان. والبداية من المغرب، حيث ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في كل مرة يلتقي الفريقين يتحول مركب محمد الخامس إلى لوحة فنية متكاملة. تيفوهات عملاقة تبهر العالم، ألوان متداخلة، وأهازيج لا تنقطع. هذا الديربي لا يعتبر مجرد مباراة، بل هو حدث وطني يتابعه الملايين. خسارة الوداد أو الرجاء هنا ليست مجرد فقدان 3 نقاط، بل سقوط لهيبة مدينة كاملة. عبر السنين شهدنا مواجهات لا تنسى، من المباريات التي توقفت بسبب شغب الجماهير إلى تلك التي صنعت لحظات أسطورية حفرتها الذاكرة الكروية المغربية. أما في تونس الديربي الأعنف هناك بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. هنا الملعب يتحول إلى بركان حي، دخان كثيف يغطي الأرجاء، وأصوات لا تهدأ من البداية إلى النهاية. الترجي يرى نفسه النادي الأكثر تتويجا وسيطرة على البطولات، بينما الإفريقي يحمل تاريخا شعبيا وأصولا ضاربة في عمق العاصمة. التنافس بينهما ليس وليد اللحظة، بل هو صراع امتد لعقود، تخللته مواجهات ساخنة تركت وراءها أحداثا لا تنسى، سواء في أرضية الميدان أو في المدرجات التي كثيرا ما اشتعلت بالعنف. وفي الجزائر العاصمة تنقسم إلى نصفين، مع درب النار بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر، أبناء العقيبة في جهة والعميد في الجهة الأخرى. كل لقاء بينهما هو موعد لتاريخ، لقاء لا يمر مرور الكرام. ففي العديد من السنوات رأينا تيفوهات ضخمة وأهازيج أسطورية جعلت الدربي الجزائري واحدا من أقوى وأشرس الدربيات في إفريقيا. هنا المدرجات ليست مجرد خلفية للمباراة، بل هي جزء أساسي من القصة. ومن الجزائر نرحل إلى ليبيا، حيث دربي طرابلس بين الأهلي طرابلس والاتحاد. رغم الظروف الصعبة التي عاشتها الكرة الليبية في السنوات الماضية، إلا أن هذا الدربي بقي شعلة متقدة في قلوب الجماهير. ملعب طرابلس الدولي كان دائما مسرحا لملحمة جماهيرية، ألوان، شماريخ وهتافات تصنع أجواء استثنائية. هذا الدربي لم يكن أبدا مجرد مواجهة رياضية، بل انعكاسا لصراع كروي واجتماعي وثقافي امتد لعقود طويلة.
وأخيرا إلى مصر، حيث ديربي القرن بين الأهلي والزمالك. ديربي القاهرة هو الحدث الأكبر في القارة السمراء على مر العقود. شهد هذا اللقاء أحداثا صنعت تاريخ الكرة المصرية والعربية، من نهائيات توقفت بسبب الشغب إلى مواجهات تحولت إلى حديث العالم. في مدرجات استاد القاهرة أو برج العرب يكتب المشجعون فصولا من الجنون الجماهيري بالأعلام بالشماريخ وبالهتافات التي تهز أركان الملعب. هنا الفوز يعني الهيمنة على مصر كلها، والخسارة تعني جرحا غائرا لا يلتئم بسرعة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا عبر أعنف وأجمل الديربيات في شمال إفريقيا. ديربيات صنعت التاريخ وتجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصبح جزءا من هوية الشعوب وثقافتها الكروية. كرة القدم هنا ليست مجرد 90 دقيقة، بل شغف وحياة لا تنتهي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضع إعجابك وتشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد. واكتب لنا في التعليقات أي ديربي تعتبره أنت الأقوى والأعنف في شمال إفريقيا.